6 دعوات تجمع لك الخير كله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم امين يا رب العالمين. تقبل منا يا رب صالح الاعمال والدعاء، ويا رب فك كرب اخواتنا الفلسطينيين. اول حاجه هبدا بيها كده، معايا ميه كوبايه ونص ميه دافيه، هحط عليهم معلقه ملح صغيره ومعلقه سكر كبيره، هقلبهم مع بعض. هشيل منهم حوالي نص كوبايه او اقل بشويه. هقولك في الاخر هنعمل بهم ايه. وهنا معايا حوالي نص كيلو دقيق. طبعا الكميات حسب رغبتك وحسب عدد الاسره عندك. انا بعمل بقى زي ما قلت لك، المقدار بيبقى على قدي، ما بحبش اركن الحاجه عندي لان انا عندي مش بياكلوا كتير. ببتدي انزل الميه واحده واحده واعجن كده. هنزل بقى العجينه قدامي كده على البلانشه بتاعتي عشان اعرف ادعك فيها. والميه بقى اللي انا كنت سايباها على جنب هبتدي اخد منها بالمعلقه بمعلقه كده واحط واعجن، احط واعجن، عشان اقدر اطلع العرق بتاع العجينه بتاعتي وتبقى في ايدي كده يابسه وطريه معايا. كل ما هتعجنيها اكتر كل ما هتاخدي منها نتيجه افضل. باخد كده بالمعلقه او بايدك حسب ما انتي بقى بتعملي شغلك، وابتدي ادعك فيها يمين وشمال، قلت واعجن زي ما بيقولوا يعني. كل ما هلت واعجن فيها كل ما هتديني نتيجه افضل زي ما قلت لك. الهبده دي على فكره بتدي برضو عرق حلو قوي. هي ملزقه في ايديا طبعا لان هي ما فيهاش اي دهون دلوقتي، هي عباره عن ميه ودقيق. بنضف كده ايدي من العجين واحده واحده وابتدي برضو الت واعجن فيها تاني على قد ما تقدري. طبعا لو عندك عجان يعني هناكي ربنا يزيدك، لكن انا بقى بعجن بايديا. هبتدي بقى اكورها كور. انا هعملهم حوالي 3 كده في الاول لحد ما افردها واشوف. انا حطيت في الصينيه شويه دقيق، وبعدين هبتدي الم الكور بتاعتي كده واحطها عليها. هدهن وشهم بالزيت عشان الكيس اللي انا هغطيهم بيه ما يلزقش فيهم، وهسيبهم يرتاحوا. طبعا هي ما فيهاش خمير، فانا هسيبها ترتاح بس عبال ما احضر كده الايه الماده الدهنيه اللي هفرد بيها. معايا هنا معلقه زبده ومعلقه سمنه وشويه زيت، بقلبهم مع بعض كويس. وهنا معايا معلقتين دقيق على معلقه نشا كبيره، دولت اللي هفرد بيهم. ببتدي بقى كده بعد العجينه ما ارتاحت معايا حوالي نص ساعه، بجيب كده شويه النشا على دقيق دول وافرد. امسك كده الفطيره بتاعتي على قد ما اقدر هفردها. انا عملتها في الصينيه هنا ديت عشان تبقى براحتي كده اعرف افرد بيها. انا ربنا يوسعها عليا، الرخامه بتاعتي ضيقه شويه بتضايقني. اللي كانت في شقتي القديمه بصراحه كانت جميله، كنت بعمل عليها كل حاجه براحتي، كانت واسعه كده وكبيره وحلوه. لكن هنا ربنا يوسعها علينا جميعا يا رب. الرخامه مش قوي يعني، فبعمل على الصينيه دي اسهل. وابتدي بقى اخد الماده الدهنيه بتاعتي هفردها كده فيها على قد ما اقدر كده، يعني احط لها كتير، وهبتدي ابرمها واشدها معايا وانا ببرم عشان تمط معايا وتديني طبقات اكتر. هي بتلزق في الصينيه شويه لان هي طريه، بس بسهوله كده بزقها بتطلع معايا. هبتدي اقفلها بقى كويس على الزبده بتاعتي اهي. انا بسلكها من الصينيه، قفليها. هقسمها بقى الاتنين، شايفه الطبقات؟ هبتدي اقفل برضو على الطبقات ديت، احطها على جنب. وهجيب بقى غيرها، انا شلتهم علشان اقدر افرد براحتي. على قد ما تقدري زي ما قلت لك رققيها خالص، لان انت كل ما هترققيها وتبرميها على بعضها تديكي طبقات. حسيتي انها بتلزق في ايديكي شويه، خدي من اللي هو الدقيق على النشا دوت ورشي عليها واعمليها. كل ده بيساعد على التوريق على فكره، يعني النشا بالدقيق ده بيساعد ان هي تعمل برضو تورق معاكي. ما تقوليش ده هيخليها تلزق في بعضها، لا بالعكس، النشا اصلا بيخلي الفطير معاكي يبقى رقيق ويبتديش الطبقات تلزق. ولما تسويها ما تتحمرش معاكي بسرعه زي الدقيق. ابتدي برضو اقفلها كده
برضو هقسمها لاتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما قلت لك كل ما تلاقيها بتلزق في ايديكي رشي شويه الدقيق على النشا وفردي تاني، بططي فريدي على قد ما تقدري. شوفيها بتفتح معايا من كتر ما انا بفردها وارققها خالص. هبتدي احط برضو الماده الدهنيه بتاعتي وهبرم نفس الكلام. اهمت انا عملتهم كلهم. هبتدي ادهن برضو وشهم بالزيت واغطيهم بالكيس. في المرحله دي بقى هحطهم في التلاجة حوالي نص ساعه او ساعه حسب وقتك. يعني لو انت عامله من بدري ومعاكي وقت ان انت تسيبوهم ساعه هيكون افضل، تكون الزبده شمعت قوي فيهم بحيث لما تيجي تفردي معاكي تفرد بقى، ما تبقاش سايحه وتلزق معاكي الفطيره. انا بعد ساعه بقى جبتهم يا بصي الزبده بقى جميله ازاي. برضو بحط لها تاني حبه زبده كده وافرد بيها. دي كده اخر مرحله. هبتدي بقى اللي هي هطبقها بعديها واحطها في الصواني اللي انا هخبز فيها على طول. ما خدش وقت معانا وما خدش حاجه غير هي بس فتره ان انت بتريحي العجينه او ان انت بتسيبيها ترتاح بعد الزبده في التلاجة شويه. في طريقتين علشان نطبق بيهم الفطيره على بعض هوريهم لك دلوقتي. انا بصي ممكن افتحها كده فتحات بالسكينه بتاعتي او بالمقطع واقفلها بيها، وفي ان انا هسيبها على بعضها كده وهقفلها تقفيله عشوائي برضو مش قوي. يعني بصي رقيقه خالص ازاي. ببتدي الم بقى كل مثلث من دول لجوه. كل دي طبقات بقى في الفطيره معايا. المثلثات دي كده لما بتطبق على بعضها بتديكي الطبقات بتاعه الفطيره عشوائي خالص ولا في اي مشكله لانك بتلميها زي البقجه كده. بعديها هبتدي ادهن الصاج اللي انا هخبز فيه وارصهم فيه. انا اهو باخد من الزبده تساعدني كمان في الفرد على فكره. دي بتخليها تفرد معاكي اسرع وتورق معاكي من غير ما هي تحتاج ان انت تشديها او تنطريها زي الفطاطري بقى. بقفلها بقى اهو تقفيل عشوائي من غير ما اقطعها ولا حاجه. بصي على بعض يلا. هي مش هتقفل معاكي عشان الزبده هتبقى مخليها مزفلطه شويه معاكي، لكن هي هتلميها مع بعض كده لما وتنك حطاها في الصينيه اللي هتخبزي فيها على طول. هوريكي برضو دلوقتي بعد ما رصيتهم في الصاج بتاعي. انا عملت واحده كبيره و4 صغيرين اهو نفس المنظر. ما فيهاش حاجه سهله خالص يا جماعه والله. الفطير سهل جدا ولذيذ جدا في البيت. طعم السمنه بتاعك بقى اللي انت عارفاه، الخامات بايدك انت عارفاها وحاطه ايدك انت فيها. وعلى فكره ده بركه في البيت والله. العجن والخبز ده كده في البيت بركه والله. يعني افتكري كده امهاتنا زمان بتحسي ان البيت ليه طعم وريحه. بيتك فيه خير اهو زي ما قلتلك عشوائي خالص ولا يهمك اي حاجه. واقفلي البقجه بتاعتك وتمام على كده. انا اهو بصي رصيتهم في الصاج دهنته زيت الاول وباخد حته زبده ابطط بيها. مش بفردها بقى في المرحله دي قوي علشان ما تطلعش معايا ناشفه، لان انت لو رققتيها قوي في المرحله دي هتنشف معاكي. لكن انت هي كده كده خدت الطبقات والهواء بتاعها فببتدي افردها بس. ودي الكبيره بقى اللي هي هعملها في الصينيه. انا هوريكي طريقتين للخبز في الفرن او في الصينيه على النار من فوق، بس هي الافضل والاسرع اللي هي في الفرن بصراحه. ما اخدوش حاجه معايا 10 دقايق بالكتير وبخليهم بيستووا بسرعه. بفضل اضير كده الصينيه زي ما شفتيني. هنا بقى بولع النار على البوتاجاز من فوق وبحط الصينيه بتاعتي وهغطيها بالغطا وهوطي النار بقى هنا. لكن في الفرن النار بتبقى عاليه، اعلى حاجه عندك في الفرن علي النار عليها. ولو الشوايه والفرن عندك بيولعوا مع بعض يبقى بعد 5 دقايق مثلا كده او 7 دقايق ابتدي ولعي الشوايه وهيحمر وشهم وهيستووا معاكي بسرعه جدا مش هياخدوا حاجه. لكن على البوتاجاز من فوق لازم تهدي النار. بحطهم على طول في الكروانه كده واغطيهم
علشان خاطر يفضل بقى يعرق كده ويطرى معاكي ما ينشفش، لو خد هوا هينشف. انا غطيته بفوطه اهوت بعد ما كلفته جوه الورقه. والتانية بقى على النار اهيت. بصي بتغطيها وتسيبي لها النار هاديه خالص. اول ما تبتدي تشمع من تحت بقلبها على الوش التاني، وافضل بقى اقلبها على الوش ده شويه على الوش ده شويه لحد ما تستوي من هنا ومن هنا. ما تسيبهاش على جنب واحد طول الوقت علشان خاطر ما تنشفش برضو معاكي وتتحمر من جنب واحد. النار كانت اتطفت مني لاني كنت مهدياها فولعتها تاني. بشوف بسلكها بالراحه كده. اول ما هي لسه ما سلكتش معايا ما اقلبهاش عشان ما تتقطعش مني. بشوفها تاني اهوت. اول ما حسيت ان هي خلاص بدأت اهي هتفك معايا بضيرها برضو على الجنب التاني شوية وهسيبها برضو حبة تاني. لكن في الفرن بصراحة كان اسهل، يعني الموضوع هنا على النار يعني اخد مني مجهود شوية. قلبتها اهوت. شفتوا بدأت بقى تسلك خالص من الصينية، فقلبتها على الوش التاني برضو عشان تتحمر اهوت. بفضل برضو ايه اقلبها كده واقلبها كده شوية وشوية لحد ما تتحمر معايا وتاخد لون ذهبي جميل. وبرضو هطلعها مع التانيين واغطيها برضو بالفوطة اهو. بصوا الجمال بقى، طري وجميل. سخنة قوي مش عايزة اقول لكم، مش عارفة امسكه من كتر السخونية. بس بصراحة ما كنتش قادرة اقاوم. جميل يعني. لو شفتوا ايديا حمرا حمرا من كتر بتاع الفطيرة ما هي سخنة في ايدي. بس حاجة عسل بقى كده وجمال وطعامة مش عايزة اقول لكم على الريحة. دي اللي هي الكبيرة خالص ودول الأربعة الصغيرين. بصوا بقى الجمال. بصوا الطبقات. بصوا شوفوا مورق. مورق وطري وعسل. طعمه بقى سكر. لو انت حابه ايه مسكر زياده شويه، وانا بصراحه بتاعي كان يعني محتاج سنه سكر كمان، بس انا كده كده بناكله بعسل وجبنه وحاجات من دي، فبيبقى مش محتاج يعني سكر قوي. اتفضلوا بقى معانا القشطه والعسل الابيض والعسل بالطحينه والعشق بقى الاخت اللي على جنب الصفرة دي اللهاليبو. الجبنه اللهاليبو دي سكر مع الفطير بقى يا جماعه ملهاش حل. ايوه دي بقى باشا المائده. والعسل بالطحينه طبعا والعسل الابيض بنوتي بتعشقه والقشطه. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ويا رب تكون وصفتي خفيفه وجميله ولذيذه وتجربوها كلكم. ويا ريت لما تجربوها تقولوا لي، وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وتدعوا لاخواتنا الفلسطينيين.